خلاص رمضان خلص، بعود الأيام بخير وبصحة وسعادة ومتجمعين مع حبايبكم يا رب، ونبتدي بقى بفرحة العيد وكحك العيد وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم الكحك الدايب بمقادير مظبوطة جدا وبطريقة ناجحة ان شاء الله معاكي من أول مرة. هقول لكم عن جميع أسرار الكحك عشان يطلع معاكي دايب وما يشققش منك ولا ينشف، ولو العجينة شققت منك نعالجها ازاي، وهقول لكم على الطريقة المظبوطة لسوى الكحك علشان يطلع معايا حاجة كده في منتهى الجمال، الشبه بتاع المحلات كده بالظبط. أنا بحب النقشة الجميلة دي. بس في بقية الفيديو رسومات تانية كتير. شايفين سوى الكحك شكله من جوه عامل ازاي؟ ما شاء الله الكحكاية كانت تحفة جدا. انا جبت 2 كيلو دقيق ونخلتهم، وهحط 4 معالق كبار سمسم، لو عايزة تزودي سمسم دي حتة دي ترجعلك انتي. وحطيت 3 معالق كبار سكر بودرة، ومعلقة كبيرة ريحة كحك، مش عايزين نزود ريحة الكحك علشان الكحك ما يغمقش معايا. ومعلقة بيكنج باودر، معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة نشا علشان الكحكاية ما تلزقش كده في بقنا وتدينا طراوة جميلة قوي. وحطيت كمان ذرة ملح، ربع معلقة صغيرة خالص. وهقلب المكونات بتاعتي كلها كده. قبل ما احط السمنة لازم اقلب الدقيق مع كل المكونات الجافة، دي اهم حاجة علشان خاطر كله يبقى متقلب في بعضه. انا هستخدم النهاردة السمنة دي روابي بالقشطة، طعمها حكاية. طبعا الزبدة البلدي مكلفة جدا الأيام دي، وطبعا دي اختياري، بس الروابي بالقشطة كانت طعمها حلو جدا. أنا بعمل الكحك بتاعي على البارد يا دوب. أنا سيحت السمنة بس سيحتها في العلبة بتاعتها. 2 كيلو دقيق أنا استخدمت كيلو و50 جرام سمنة، اللي هو الكيلو العلبة دي 700 جرام، وجبت كمان الكيس 350 جرام، فكانت المقادير معايا مظبوطة على ال2 كيلو كحك. يعني علبة روابي 700 جرام وكيس كمان 350 جرام على ال2 كيلو كحك، لو انت ما عندكيش ميزان ومش هتعرفي توزني بالظبط. وقعدت أبس الكحك كويس جدا، نبس الدقيق كده بالسمنة لحد ما يكون كريمي معايا. أنا هحضر الخميرة بتاعتي، نص كوباية مية دافية، معلقتين كبار سكر، وكيس خميرة فورية، وهقلبه كده واسيبه يخمر براحته. وهكمل بس في الدقيق بتاعي حوالي ربع ساعة لحد ما تكون العجينة بتاعتي كريمي كده والدقيق شرب السمنة على الآخر. شايفين شكله عامل ازاي؟ الدقيق شرب السمنة خالص، بقى طري قوي قوي قوي. هبتدي ان انا احط الخميرة بقى بعد ما انا بسيت الدقيق حوالي ربع ساعة، وهقلب كده الخميرة، وهعجن بنص كوباية مية بقى ساقعة او مية دافية مش مشكلة، مية فترة من الحنفية يعني او مية دافية. هو محتاج كده شوية مية، شايفين نص كوباية صغيرة. انا حطيت بس شوية مية في طبق الخميرة كده عشان لو فيها شوية حاجات اخدهم. وهبتدي ان انا اقلب ولمتهم كده وهسيبه يرتاح حوالي ساعة. هقعد اشوف كده العجينة مظبوطة معايا ولا لا. شايفين ما شققتش معايا، انا هسيبها بقى معايا ساعة. وهبتدي ان انا اشكل. انا عشان اطلع الكحك قد بعض بوزن بايدي كده عشان لو ما عنديش ميزان. انا الصراحة ما عنديش ميزان، بوزن بايدي، بحط حتة على ايدي وحتة في ايدي التانية وبوزن الاتنين مع بعض. انا هنا الكحك علشان ما يشققش معايا لازم 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 اسخن العجينة في ايدي، لازم اسخنها كويس جدا جدا جدا. النقشة دي بقى بتاعتك انتي، انقشي زي ما انت عايزة. انا مش احسن حاجة في النقشات بتاعت الكحك. انا شفته بحط في حتة في ايدي دي وحتة في ايدي دي عشان بخلي الاتنين قد بعض، وابتدي ان انا اسخنها. دي سخنت ودي لا. شايفين اللي سخنت بقى لونها فاتح ازاي، والتانية لونها اصفر زي ما هي. اهم حاجة لازم نسخن كل حتة كحكاية قبل ما نشكلها كده، لازم نسخنها في ايدينا. لما تسخن معايا مش هتشقق. لو الكحك شقق معاكي ومقاديرك مظبوطة، السمنة مظبوطة والمية مظبوطة وكل حاجة مظبوطة، يبقى هو ناقص ان هو
يسخن في ايدك، سخنيه في ايدك وهيظبط معاكي. لو العجينة بتشقق لازم تسخنيها كويس جدا. شايفين انا بسخنها كويس على قد ما اقدر علشان خاطر تطلع معايا العجينة طرية. شايفين طرية ازاي؟ انا بعمل لكم بقى شكل تاني كده، دي حاجات بتاعت زمان انا كنت بحبها قوي وانا صغيرة. جبت غطا الازازة وخرمتها كده من النص، وهبتدي ان انا انقشها كده. شكلها حلو جدا الرسمة دي، انا كنت بحب جدا جدا، والاطفال بتحبها جدا. البتاعة دي واحنا صغيرين كنا بنحبها قوي. وهعمل طبعا اشكال مختلفة. انا هحاول اوريكم كده كام طريقة، بس مش احسن حاجة الصراحة يعني. بعمل بنقشة البصمة الجاهزة دي بتبقى احلى. شايفين شكلها؟ شايفين بسخن العجينة ازاي؟ سخنتها وهبتدي ان انا اكور كور قد بعض. وبرضو هعملها بقى بالبصامة شكل جديد. بجهزهم كده مع بعض وانقشهم ايه بقى بالبصامة كلهم مرة واحدة كده. شايفين مفيش حاجة بتشقق مني خالص علشان انا مقاديري مظبوطة، ودوبت الكحكاية في ايدي وسخنتها جدا. انا كده خلصت الكمية دي. الاشكال كده مختلفة كده للرسومات الكحك، ودي اللي بالبصامة. شايفين شكلها ما شاء الله. وهنسيبها بعد ما شكلناها كده ترتاح ربع ساعة. يعني احنا بعد ما عملناها سيبناها ساعة، وبعد ما شكلناها هنسيبها ربع ساعة، وهنبتدي بسوا اول صينية. اول صينية احنا عملناها هي اللي هتستوي على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، من 170 ل180 على حسب الفرن، بس 170 ل180. شايفين سواه ما شاء الله كان حلو جدا. شايفين السوا من جوه، وكان طعمه ما شاء الله. بصوا دايب ازاي، كان طعمه حلو جدا. وده الشكل التالت اللي انا كنت عاملاه، اللي هي بتاع المدورة دي. قولوا لي رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.